ان كل حساباتك تتهكر ده شعور وحش قوي، بس الاوحش ان يكون سبب في تهكيرك ده سبب غبي، عشان ده توب 5 لاغبى حاجات لو عملتها هتكون سبب في تهكيرك. صدقني انا فاهم اني بشخبط. المهم بعيدا عن الشخبطه دي، ما تنساش الاشتراك عشان المركز الخامس معانا هو الباسورد. اي الباسورد؟ ايوه الباسورد ده، الباسورد ده يعني سبب في تهكير ناس كتير جدا. طب ازاي يا باشمهندس؟ دلوقتي انت لما تيجي تعمل باسورد مثلا الاكونت بتاعك على فيسبوك او اي حاجه، لو سمحت تعمل الباسورد ما يبقاش حاجه سهله، زي مثلا تاريخ ميلادك اللي هو زي كده مثلا بوتيتو 2001. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ما كده هيبقى سهل تخمينه جدا. طب ازاي يا باشمهندس بيخمنوا حاجه زي كده؟ لا هو تخمينها سهل جدا، خليني افهمك. دلوقتي هو بيشغل حاجه كده سكريبت، السكريبت ده مهمته ان هو يقعد يجرب باسوردات منتشره جدا، مثلا زي اسم زائد تاريخ. فهو بقى الفكره ان هو بيقعد يجرب اسماء زائد تاريخ، اسماء زائد تاريخ، بيقعد يجرب مثلا ممكن تقول 1000 مره لحد ما يجي الحظ ويكون فعلا الباسورد صح، وساعتها تتهكر بسهوله يا معلم. فالاصح لما تيجي تعمل باسورد تخليه يعني يبقى ذكي حبتين تلاته. ازاي يا باشمهندس اعمل باسورد كويس؟ بص يا معلم، دلوقتي عشان تعمل باسورد قوي فاول حاجه استعمل حاجات عشوائيه ملهاش منطق اصلا. يعني مثلا على سبيل المثال انت مولود 1990، فما تكتبليش في الباسورد بتاعك 1990، هتبقى تخمينها سهل. طب اكتب حاجه عشوائيه ملهاش منطق، مثلا 315. هو انا ليه قلت 5 وكتبت 9؟ المهم، هل ليها اي معنى؟ هل ليها اي رابطه باي حاجه؟ لا، حرفيا رقم عشوائي جدا، بس برضه كده الباسورد ضعيف. طب ايه رايك لو كتبت اسمك عشان تزيد القوه بتاعت الباسورد؟ كتبت مثلا على سبيل المثال عبده، بس هنا تيجي المشكله ان الاسم بتاع عبده ده اسم سهل فممكن يخمن بكل سهوله. طيب ايه رايك لو عملنا كده حاجه عشان يخليه اصعب؟ عارف ممكن نعمل ايه؟ ايه رايك مثلا لو مسحنا حرف الايه وكتبنا علامه الاد؟ هي في الاخر برضك عبده بس برموز. فهمت بقى الفكره؟ فاللي هو انت ممكن تستخدم اسمك بس تحط عليه رموز مكان الحروف، تستخدم ارقام عشوائيه، تقعد بقى تحط مثلا حروف عشوائيه لو حابب مثلا تي اي في الاخر كده مثلا، اي حاجه اعمل نفسك فيه، بس اهم حاجه ما تخليش الباسورد بالشكل ده بوتيتو 2001 كده هبل. المركز الرابع معانا هو التحميل. ايه اللي دخل التحميل يا باشمهندس؟ حرفيا دي من اغبى الحاجات اللي ممكن تفكر بيها، انك تلاقي على طول اي حاجه على طول تحملها من غير ما تفكر. مش عارف زود الرامات بتاعتك هتحملها، هو ايوه احنا في ازمه رامات دلوقتي بس ما تحملهاش يعني وش هتتهكر. فانت ابعد عن اي حاجه مشكوك فيها، لما تيجي تحمل حاجه تاكد 100% ان هي موثوقه، وطبعا ما تحملش كراك مش محتاجه، يعني الكراك اصلا حرام. شايفك المركز الثالث ولا الثالث؟ المهم معانا هو اللينكات. يا لهوي يا لهوي بجد، اللينكات دي حرفيا من اكتر الحاجات بتهكر الناس، وكل ده بسبب ان هو مش قادرين يعرفوا اللينك ده تمام ولا افتكر اني قلت لك بلاش. طب انا ازاي يا باشمهندس اعرف حاجه زي كده؟ ايه ده انت شكلك مش متابعني يا عم، ما تقلقش نزلت عنها فيديو تقدر تروح تشوفه. المركز الثاني معانا هو الباسورد. وات يا باشمهندس هو، يا باشمهندس انت شكلك مش مركز، ما احنا اتكلمنا اصلا عن الباسورد. لا ما اتكلمناش عن الباسورد. يا باشمهندس انت حضرتك مش نايم كويس صح؟ يا عم خليني افهمك، اصل دلوقتي انا بشوف مصيبه يعني ناس كتيره بتعملها. ايه هي باجي؟ ان دلوقتي بشوف ناس جم على الفيسبوك مثلا وعملوا اكونت جديد، فجم عند الخطوه المهمه الباسورد، فهيدوا مثلا باسورد بالشكل ده. بعيدا ان الباسورد ضعيف جدا بس مش هي دي نقطتنا. نقطتنا ايه باجي؟ ان هو لما يجي يعمل اكونت على انستجرام مثلا وانستجرام طلبت منه باسورد، اكيد يعني هيعمل باسورد جديد؟ لا، هيستخدم نفس الباسورد بالظبط بالشكل ده، وبالشكل ده بقى مع اليوتيوب مع كل الاكونتس بتاعته. فدي مصيبه كبيره. عارف ليه؟ لا قدر الله مثلا الاكونت على الفيسبوك بتاعه اتهكر وخلاص بياناته اتسربت، فكده الهاكر بقى معاه الاكونت على الفيسبوك ومعاه الباسورد وكل حاجه، فيروح يجرب نفس الباسورد على انستجرام هيفتح معاه، يجرب على اليوتيوب هيفتح معاه، فحرفيا الهاكر خد بندل كامله. فدي طبعا مصيبه كبيره قوي قوي، وناس كتيره بتعملها للاسف. فانت لازم لما تيجي تعمل اي اكونت في اي منصه تعمل باسورد جديد، او على الاقل يكون مختلف حتى لو حاجه بسيطه. والمركز الاول معانا هو التحقق بخطوتين، او اللي بنسميه يعني تو فاكتور اوثنتيكيشن. فايه هو باجي؟ دلوقتي انت ممكن تكون عملت كل اللي انا قلت لك عليه، عملت باسورد قوي وما بتحملش حاجه ولا بتدوس على اي لينكات، وفي نفس اللحظه برضك الباسورد بتغيرها لكل منصه، بس رغم كده تتهكر. وات؟ ليه يا باشمهندس؟ ما انا عملت كل حاجه. ما انت في حاجه للاسف مش بايديك، ان ممكن للاسف المنصه تتهكر، المنصه نفسها، فساعتها كل البيانات اللي فيها زي حسابك مثلا تتسرب، فاي حد يعرف يدخل على حسابك، فدي حاجه للاسف مش بايديك. طب يا باشمهندس في حل ولا انا اعمل ايه بالظبط؟
الحل لحاجه زي كده انك تفعل 2 فاكتور اوثنتيكيشن او التحقق بخطوتين. طب يا باشمهندس ده بيعمل ايه يعني؟ دلوقتي انت على سبيل المثال دخلت على الفيسبوك او اي منصه، فعشان تسجل في الاكونت بتاعك محتاج ايه؟ محتاج الايميل والباسورد. بعد كده تعمل لوجن وهيسجل من غير اي مشاكل. طيب ما اي حد ممكن يعرف يوصل للايميل بتاعك وممكن يعرف يوصل للباسورد لو الاكونت بتاعك اتهكر او بياناته يعني اتسربت، فكده اي حد يعرف يوصل له. طب نعمل ايه باجي؟ نعمل ايه؟ ممكن نعمل حاجه ما تكونش مع اي حد غيرك انت بس. وات؟ انا مش فاهمك يا باشمهندس، انت بتقول ايه بالظبط؟ يا عم خليني افهمك. ايه رايك لما تدخل الايميل والباسورد وتعمل لوجن ما تدخلش على الموقع، لا في خطوه زياده، ان هو يبعت كود على التليفون بتاعك والكود ده لازم تدخله، والكود طبعا بيتغير كل مثلا حوالي دقيقه. فكده انت عشان تسجل على الاكونت بتاعك محتاج الايميل والباسورد اللي هو اي حد ممكن يوصل له، والكود اللي هو كل شويه بيتغير اللي هو مش موجود غير على تليفونك. فانت حتى لو الباسورد بتاعك اتهكر وكل بياناتك اتهكرت محدش عارف يدخل على الاكونت بتاعك عشان مش معاه الكود اللي كل شويه بيتغير ده. فهي دي بقى فكره التو فاكتور اوثنتيكيشن او التحقق بخطوتين. فانت اتاكد انك مفعلها في اي منصه عندك، على الاغلب هتلاقيها عندك في السيتنجز. فبس يا معلم لو الفيديو عجبك فاليوتيوب بيقول لي ان الفيديو ده يعجبك، ليه ما تشوفهوش؟ يلا مستنيك هناك.